بسم الله الرحمن الرحيم. مگو پرونیش خود نوره. بفرمایید. مگو يعني سيدا او اككي اوفيت يفر بنسخة او ام صحة اباشي دا لفر تونه يعني خلاصة في اكاك اوفيت يفر يعني اف اضافة اف زيدي دبي اصل خطأ فلسفة فلسفجية. تمام يعني فلسفجية دي ميتافيزيكي دا فيما وراء الطبيعة. دبي اصلي وي مبنيه سد تشتاي يك جي يعني خطا وانها دبي او كرنه دبي مثلا عادة محال عقلا محال بهف تلهف كرنه ويك جي دبي يعني مثلا رابونا تشتيك محال عادينا محال عقلي حساب كنا قلت ممكن رابونا جا مثلا حد سيارة كرنه مثلا يا مثلا المعتزلات بي فيها بركريه وياجي مثلا آيات تأويل كرنه حال بوكي مثلا أو تشيكو مثلا عادة محالبة وقت خدای تعالی عادتي يعني عقلنا محالبة بيفتر عادة جانا خلق عادتي خدای تعالی قريك جا خلق عادتات كي شو قصيد دور تبليها في كنا يعني خطأ فلسفة يعني تبليها في كنا أوي تبليها في كنا محال عادي ومحال عقلي وقريك شو أموري تشيك محال عادينا ومحال عقلي حسب كنا تمام. جا معتزله اجدبي مذهب خود بینی که هم سرفیا مبنی کرنه هم قیاسا غابه سر شهاده کرنه قیاسا غابه مثلا خدا نایدیتن ترابي قياسا يبكي سن مخلوقاته دويد بخطا معتزله امازن جوجتي وجا طبعا في وقت اكيكي اوفيتيكي ثم نعود الى اصطلاح التفويض والتاويل فنقول ام فدغرن بال اصطلاح التفويض والتاويل ام تبيجن الفرجي كليا عود الى فرق ذات ثم نعود الى عود معناه فرقنا فهمت كيف؟ قد قررنا ما تقرير كربري أن الصحابة والتابعين وأقحاح العرب صحابي وتابعين وقحي عربة يعني عربي صادة خرو مسلمين كانوا وغير مسلمين مسلمان لا مسلمان عربي صادة كانوا يفهمون كلام الله وكلام رسوله على وجهه كلام خدا وكلام رسوله پیغمبر خدا سر وجهه زامو يعني زبان عربي زامو أي كانوا يفهمون المجاز منه مجازا والكناية منه كناية يعني إيه مجاز زامبون إيه كناية زامبون كما كانوا يفهمون الحقيقة منه حقيقة شو إيه حقيقة زامبون نوري وفهمهم هذا يسمى في عرف المتأخرين بالتأويل طبي أفهم وان ده عرف متأخر جرد قوتن تأويل شوا يعني فهم كانوا مؤولين يعني تأويل ذكرا وليس معنى كون مؤولة هو أنهم كانوا يحملون رسول الكتاب والسنة كلها على المجاز والكناية إجا معناه كنت قوتن مؤولة جوانا قوتن تأويل جي معناه إنكو حمل تمام نصوص الكتاب والسنة كنس المجاز وكنايته نأوبه بل يكفي في كون مؤولة أن يحملوا بعض النصوص على ذلك يعني هيك حول حمل فكرة تمام يعني شو هيك نصوصا مثلا سر حقتي أو نذكر سر مجازي لسر كناية كما حال مؤولة عامة ذات مؤولة كذا جو مؤولة شيء هيك تأويل بكنت قوتن مؤولة أبي كجوانا قوتن مؤولة ذي معنى قوتن مؤولة فهمت بو يعني متأخرا جواد قوم مؤولة بذي معنى جوانات قوت المؤولة يعني قسمي حق ذاتا حقات وقسمي دنيجي حدث يعني تأويل ويها بوش خذاتا مؤول بو واجي تأويل تكرر نكو وان تأويل كي نوجي راداني حال متأخرين من السلف هاتمولي نوري جاء متأخرين السلفة درموان هكذا كان المتقدمين السلف يعني السلف متقد إبري درموان أبو مقو يعني إبريكي يعني أي الصحابة والتابعون صحابي وتابعين على السليقة العربية والإسلامية سر يعني طبيعتها طبيعية عربي وإسلامي بو يعني السليقة يعني أبي وان زماني وان أو بو قحبو صادبو نوري ولم يظهر فيهم أسباب البدع والعقائد المخالفة سبب بدعة وعقيدة مخالفة جدوان ده ظاهر نبوبو سلفي ده يعني صحابي وتابعي ده وأما المتأخرون إيه بشرا نوري يعني سلف أو شيء سلفي بشرا من السلف كي هم أهل القرن الثالث أهل القرن السيا قرن السيا 300 وأواخر القرن الثاني وصونا إيددويا yani artık 300 yılların başı 200 yılların sonu. Yani sale do hicri sonra do hicri sonra kane doya.
يعني قرن سده صورة سده هجري وسري سي سده هجري أظن تأخير سلف أنا ها بريوان متقدم. فلما ظهرت تيم هذه الأسباب إجا فان متأخرة وقت فان سبب ضد ظاهر بون أسباب بدعي عقيدة مختلف تأنوا في المسألة إجا تأني كرن يعني دقات كرن وتريثوا في الحكم على نصوصه إذا دسا عجلة أو نبون يعني عجلة حركات ناكرن تحكم صار نصوص هذا تريث دسا بنا تأنية يعني دقات كرن التي حملوا على ظاهرها يعني وتريث في الحكم على النصوص التي حملوا على ظاهرها يؤدي إلى تشبيه التجسيد يعني أوبون يعني دقات كرن دي حكم صار وان نصوص حملة وان ظاهري وان بهذا تشبيه تجسيد دوان دقات كرن فبعضهم أولها هيك تأويل كرن أي صرحوا ببيان معاني مجازيتنا يعني شو تأويل كرن يعني أشوف قوت معنوي مجازي قوتن نوري قوت معنوية مجازية معنى مسألة معنى حكم رانلخ معنى تبارك الذي بيده الملك نكون معنى دسته معنى يعني ملك كنترول ولاية وما أكثر متأخرين أما بريم متأخرة من السلف السلفي فقد فوضوا أم لم يحملوا على ظاهرها يعني حمل صار ظاهر نكر ومانع الحقيقة التي تؤدي إلى تشبيه معنى وانك وان بتشبيهه أو التجاوز التسليمي ورق حمل نكر ولم يعينوا المعنى المجازي المراد منها إجا أوجي نكر فالقوانش إيه بري معنى مجازي جبان نكر يعني قوتنش خوزاتن معنى جاري حياة دسي خدا أما تشيء ويجنه قاف كتير نافذين يعني أساس تأويل كرن شيء قلت نما أنا حقيقة أما قاف دوا نافذين نقول مثلا معنى حكم ران الخير وخذ يزانتي نوري بل فوض المراد من الله تعالى المراد وان تفسير سبارتن بالخدا وهذا معنى كلمة ذات معنى كلمة تفويض أفن نكو معنى كلمة التفويض تقول أريد دسته أما مش يخجنين تقول أريد دسته مش هتقول جاري حشر شكل معنى نوري وهو الذي يدل على عبارات مفوضة من السلف ذاتا أفا إيكو داتا سيرت كعبارة مفوضة إيك تفريد كنا السلف أفا حيث قال بعض مسين كجوانا قوتية الله أعلم بمراد منها خدا زانا بمقصداوية إيكو كتقول قالوا ظاهري بشتنا شما ورد قوتن وقال بعض تأويلات تلاوته وإن كانت قوم السيولة خندوية يعني قول ظاهرين لا معنوية مزانا وقال بعضهم أمروها كما جاءت شو هاتي ورد بدن دوام كرن نوري هذا هو المنقول عن هؤلاء المتأخرين السلف طبعا إنه هاتينا قجبان متأخرين السلف أفا ومذهب في الحقيقة تأويل جاوني أساس مذهبوان تأويلك كده شوا لأنهم قد صرفوا النصوص عن معانيها الحقيقية شو معنى حقيقة حملنا كنا لو ما كقولنا مرادة يأخذ إنسانه معنى حقيقة حملنا قلنا دسته ورينا قلنا نوري لكنهم لم يعينوا مرادة منه تعينا مرادنا كنا فهم قد خطوا خطوة واحدة قعف في قضيتنا يعني قلنا ده معنوية ظاهرة معنوية دي أمبزانه أما المؤولة إيه مؤولة السلفاء إيه مفوضة قد خطوا خطوتين دسقع فاضته نوري حيث صرفوا هذا النصوص عن معانيها الحقيقية قلت ذاتنا معنى جاري حياة وحاول بيان مراد منه قلت محاولة كنا كمراجع شيء يعني مراجع مثلا قدرته مراجع تشكيدنية ويا بيانه خاصة بيانه فيها شو مهرن فيها خير الداعي للمفوضة إلى التفويض بكي إيكو شما مفوض دعوة كبا تفويض شيء ما دام كي نمعنى حقيقية شما معنى كي معنى كجيف عم كنا نقولتنا ها شما تلاسا كدينا ويشاقي يا كاروري سؤال كنا وري تمام جاري حق أصدق نوى أشخ قلت كرنا شما نقولت مثل مراجع قدرته دبف المفوضة من السلف قد تفاوضوا الأمرين شو بدك تشتغل كرنا الأمر الأول الاحتياط والتوارع عن الحكم على كلام الله والجزم براده يعني احتياط كرنا ذاك شاندناش حكم صار كلامه خدا وجزم براده ناخذ خدا أبى ناخذ بيشه بيشن خوف أن يقعوا في الخطأ في ذلك يعني ترسينا كم الخطأ وإن كان احتوى الخطأ عندهم ضعف ولو يتبع الخطأ ضعيف لما إيوان أو تقاطب ذاته لكنهم كانوا من أروع الناس وأشدهم احتياطا طبعا أنسوا في إنسان موجود إيكو دقاتك نوري فمن أجل ذلك فوض مراد من هذه النصوص الله تعالى شو خاصي مراد فانصا صفات ناخذها ولم يؤولوا بتعيين مراد تأويل تعيين مراد تأويل نكد فهمت كيف بيان تعيين مراد يعني مراد بأذى نقول يجي أذى احتياطا أمر الدواء الخوف من فتح باب التأويل أن يدخل فيما ليس أهلا له ترسيانا قلت أن باب التأويل فكر أن فهمت كل معنوي أو يكي فعنا كبير أو التأويل كي خرابك هم برا وريت منه فاقع في تحريفه والتهديد جافيه يكون نظام كيف التحريفه
خراكلي بكيف بدك تشكلني. هذا هو الداعي لهؤلاء المفوضية إلى التفويض. إشته سبب إيك دعوة مفوضات كريبال تفويض إعفاء دتشتن احتياط أو ترسا كداريش هنكي نزان رفض. ونستشهد هنا بثلاثة نصوص ثلاثة مثل الإجلاء لفري أمسينا صابين سي إمام مزرعة كبرى على أن معظم متأخر السلف كان هذا الذي قررناه. نوري لسانكم معظم متأخر السلف كان على هذا الذي قررناه. كان على هذا الذي قررناه سرديانة على هيلو كان هذا الذي قررناه لثلاثة أئمة الأجزاء على أن معظم متأخر السلف كان على هذا الذي قررناه. أن على أن معظم متأخر السلف كان هذا الذي قررناه. يعني بريم تقرير ذاكرني يعني بذي بوتنا. تمام. من الإيمان كان على هذا هذا على هذا. تمام. من الإيمان بما ورد في هذه النصوص ما إيماننا بصفات دوانا صدى وإمرارها كما وردت ودوام كلنا شواته وتبوري تخينن مع نفي المعاني الظاهرة اللي حكيت لها وحد معاني ظاهر شيء قصنا كلنا وسكون عن تأويلها وتأويلها ونج سكوت كلنا. كنا بان هرسيما الإمام محمد بن الحسن الشيباني إمام حنيفية سلفي والإمام أحمد بن حنبل يكيز خير وقرقاطية وندوفاتوية نوري إمام أحمد بن حنبل والإمام أبو عيسى الترمذي أوجي أبو عيسى الترمذي أوجي الدورة السياسية صورة الدورة ده. فهمت كي؟ خلاصة أبي جانج أبي بدن فهمي وغاية وان معنى وانا حقيقية أما معنى الدورة ده شيء خوشي يعني. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. العلي أبي